طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، مرحب بيكم. معاكم ميس عايدة مجلي. النهارده هناخد مراجعة للتربية الدينية المسيحية، مراجعة ليلة الامتحان. دي نماذج وأسئلة من امتحانات اللي كانت جت قبل كده في الدين المسيحي، حلها كلها مع بعض، هي كلها محلولة. يا دوبك بس هتبص معايا على الإجابة ورقة وقلم وتكتب كده الإجابة وتحل معايا، علشان تعرف من كتر ما هتحل الأسئلة دي هتركز معاك المعلومة، وهتحل من كتر حل الأسئلة هتلاقي نفسك سهل قوي تحل بعد كده في الامتحان. أول سؤال عندنا اسمه اكمل ما يأتي. قال القديس بطرس الرسول للرب يسوع: يا رب إلى من كلام الأبدية عندك. القديس بطرس الرسول لما كلم الرب يسوع قال له: يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. يبقى بطرس الرسول قال للرب يسوع: إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية. السؤال الثاني: ذهب القديس الأنبا أنطونيوس إلى اسكندرية مرتين. القديس الأنبا أنطونيوس راح مرتين لاسكندرية. أول رحلة أو أول مرة كانت عشان عايز يشجع المسجونين ويدافع عنهم وكمان يصلي معاهم. طب كانت تاني مرة تاني مرة عشان كان يقاوم بدعة أريوس ويقدم براهين كتابية على فساد البدعة دي. يبقى أول مرة القديس الأنبا أنطونيوس راح للإسكندرية عشان يشجع المسجونين ويدافع عنهم. طب تاني مرة راح لإسكندرية ليه؟ عشان يقاوم بدعة أريوس ويقدم براهين كتابية على فساد البدعة دي. استير، عاشت استير مع ابن عمها، اسم ابن عم استير اسمه مردخاي. كانوا عايشين فين هما الاثنين، او المدينة اللي عاشوا فيها اسمها شوشن، او كنا بنقول عليه كمان شوشن القصر. عاصمة مملكة فارس وميدين. لا تخف، دي الآيات اللي المفروض نكون مذاكرينها. لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، واعملوا لكم أكياسا لا تفنى، بقى كنزا في السماوات لا ينفسد. بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، اعملوا لكم أكياس لا تفنى وكنزا لا ينفد في السماوات. لأنه حيث يكون هناك يكون لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبكم أيضا. حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. سؤال رقم 2 ده علامة صح أو خطأ. اشترك القديس مرقس الرسول في رحلة الكرازة الثانية اللي قام بيها بولس الرسول؟ لا طبعا غلط، لم يشترك مرقس الرسول في رحلة الكرازة الثانية. استشهد القديس بطرس الرسول في مدينة أنطاكيا بسوريا؟ لا طبعا، بس القديس بطرس الرسول استشهد فين؟ استشهد في روما. فين بقى؟ في روما، استشهد في روما. خاف مردخاي من هامان وسجد له من أجل إنقاذ الشعب؟ لا طبعا غلط، مردخاي ما خافش من هامان وما سجدش ليه. كتب القديس أثناسيوس الرسول سيرة القديس الأنبا أنطونيوس؟ طبعا صح، القديس الأنبا أثناسيوس الرسولي هو اللي كتب لنا سيرة الأنبا أنطونيوس. لقب قطيع صغير اللي اتقال في لوقا 12 ده ربنا أطلقه أو أعطاه الله المختارين عشان يقارنهم بالأعداد الكبيرة من الأشرار؟ طبعا صح، ربنا يطلق كلمة القطيع الصغير على أولاده المختارين أو المؤمنين به عشان يفرق ما بينهم وما بين الأشرار أو الأعداد الكبيرة الأشرار. بيخصنا إن إحنا قطيعون، إن إحنا ولاده. يبقى لقب قطيع صغير الله بيعطيه للمختارين عشان يقارنهم ما بين الأعداد الكبيرة من الأشرار. طوب الرب يسوع القديس بطرس الرسول بسبب موقفه من عبد رئيس الكهنة؟ لا غلط طبعا، بالعكس السيد المسيح انتهر بطرس وقتها وقال له: رد سيفك لغمدك، رجع السيف بتاعك تاني، لأن احنا مش بنضرب حد بالسيف. يبقى طوب الرب يسوع القديس بطرس؟ لا طبعا، في موقف عبد رئيس الكهنة انتهروا أو ما طوبوش. الجسد دائما هو عدو الإنسان الأول وخطية بالنسبة للبشر؟ لا طبعا غلط، الجسد عمره ما كان عدو للإنسان. اختار الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. في يوم 50 كرز بطرس الرسول بأول عزة فانضم للكنيسة نحو 3000 نفس. أول يوم وعظ فيه القديس بطرس الرسول انضم 3000 نفس للكنيسة. كان القديس الأنبا أنطونيوس حساسا لسماع صوت الله فدخل إلى عمق البرية بسبب كلام المرأة المستهترة. والقديس الأنبا أنطونيوس كان في مغارة ولقى امرأة نزلت تستحمى في البركة اللي قدام المغارة دي، ولما انتهرها او اتكلم معاها قالت له: انت ايه اللي معادك هنا وانت راهب؟ يعني كلمته بطريقة هو
هو حس ان ده صوت ربنا ليه، فبالتالي قرر ان هو يدخل بعد كده العمق البرية. يبقى كان القديس الأنبا أنطونيوس حساس لسماع صوت الله، فدخل العمق البرية بسبب كلام مين؟ المرأة المستهترة. قال رب يسوع فكونوا أنتم إذا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. قلنا مين ابن الإنسان؟ ده طبعا السيد المسيح، يعني ابن الإنسان. دايما لازم نكون مستعدين لأنه في ساعة يأتي لا تظنون يأتي ابن الإنسان. نختار من عبارات المجموعة ألف ما يتناسب مع عبارات المجموعة ب. القديس بطرس الرسول، الأنبا أنطونيوس، مردخاي. تعالوا نقرا العبارات اللي في ب. يا سيد أريد أن أكون كاملا ولكن أفكاري تمنعني. مين اللي قال الجملة دي؟ يا سيد أريد أن أكون كاملا ولكن أفكاري تمنعني. ده الأنبا أنطونيوس. الأنبا أنطونيوس من أقواله إنه كان بيقول لربنا يا سيد أنا أريد أن أكون كامل ولكن أفكاري تمنعني. إن سكت سكوتا يكون الفرج والنجاة من مكان آخر. مين اللي قال المقولة دي؟ اسمه مردخاي. قالها لمين؟ قالها لي استير. قال لها إذا افتكرت يعني إنك هتسكتي سكوت ربنا هيدينا فرج ونجاة من مكان تاني. سكتي سكوتا يكون الفرج والنجاة من مكان آخر. يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. ده طبعا عارفينه مين؟ القديس بطرس الرسول لما كان السيد المسيح بيغسل قدميه. السؤال الخامس من إنجيل معلمنا لوقا، ممكن يجيب لك قطعة ويقول لك القطعة دي بتشير لإيه؟ تمام؟ احنا القطعة اللي عندنا أو الأناجيل اللي عندنا اللي هي إنجيل معلمنا لوقا 12. اكتب الآية اللي بتشير للاستعداد في الحياة الروحية. إيه الآية من المحفوظات اللي عندنا اللي بتشير للاستعداد للحياة الروحية؟ الآية هي فكونوا أنتم مستعدين لأنه في الساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. كونوا مستعدين لأنه في الساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. اكتب اختصار مكان القديس بطرس لدى الرب يسوع. هنا ممكن يسألك سؤال من أي شخصية من أنت خدتها في طول في المنهج يعني، ويطلب منك إنك تتكلم عنه زي شخصية القديس بطرس، ماري مرقس، أنبا أنطونيوس. طيب هنا بيكلم بطرس مكانته إيه كان عند الرب يسوع. الرب يسوع طوب بطرس لأجل إيمانه لما قال له أنت هو المسيح ابن الله. فهنا الرب يسوع طوب القديس بطرس لأجل إيمانه وإنه اعترف بألوهية السيد المسيح. كمان الرب يسوع اختار سفينة القديس بطرس مخصوص عشان يعلم الجموع منها، ومنها دعاه انه يكون بعد كده صياد للناس، يكون تلميذ ليه. يبقى اختار السيد المسيح سفينة القديس بطرس ليعلم الجموع يجعله صياد للناس. كمان كلفه بأداء الجزية اللي كانت عليهم وقتها. قال له هتلاقي ستارين ادفع عني وعنك. ذهب إلى دار بطرس وشفى حماته المصابة بالحمى. دي بنقراها في صلاة الغروب. ربنا راح أو السيد المسيح راح لدار بطرس مخصوص عشان يشفي حماته. صلى يسوع خصيصا من أجل بطرس وقال له لكني طلبت لكي لا يفنى إيمانك وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. هنا السيد المسيح في ليلة الصلب صلى من أجل بطرس مخصوص. الصلاة دي أنا طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. كمان أخدوا هو ويعقوب ويوحنا في معجزة إقامة ابنة يايروس. كانوا هم الثلاثة لوحدهم اللي شاهدين على إقامة ابنة يايروس. كمان خدوا معاه في جبل التجلي وشافيهم عن لاهوته. اختاروا يسوع المسيح مع يعقوب ويوحنا عشان يسهروا معاه في بستان جثيماني. كل ده بيدل قد ايه ان شخصية القديس بطرس كانت مميزة قوي قوي، وكان على طول بالصلة متصلة بالسيد المسيح. يبقى اكتب باختصار مكانة القديس بطرس لدى الرب يسوع. طوبوا الرب يسوع. هنكتب كل ده؟ لا، احنا ممكن نكتب 3 أو 4 منهم، بس حاولوا ان انتوا تذاكروا يعني تحفظوا 6 أو تذاكروا 6 علشان على الأقل نكتب 3 أو 4 منهم. اكتب باختصار مكانة القديس بطرس. طوبوا الرب يسوع لأجل إيمانه. اختار سفينته ليعلم منها الجموع. كلفه بأداء الجزية. ذهب إلى دار بطرس وشفى حماته. صلى يسوع خصيصا من أجل بطرس لكي لا يفنى إيمانه. أخذوا معه هو ويعقوب ويوحنا في معجزة ابنة يايروس وكمان في التجلي. اختاروا يسوع مع يعقوب ويوحنا ليسهروا معه في بستان جثيماني. من إنجيل معلمنا لوقا 12 اكتب الآية اللي بتشير لتطويب الساهرين على حياتهم. الآية اللي منها بيقولوا تطويب الساهرين على حياتهم. الآية بتقول طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتقئهم ويتقدم ويخدمهم.
يبقى ايه الآية في معلمنا 12 لوقا 12 اللي بتتكلم عن تطويب الساهرين؟ طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتقئهم ويتقدم ويختم. يكمل اكمل ما يأتي: اعملوا لكم لا تفنى وكنزا لا ينفس حيث لا يقرب ولا يبسوس. اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا في السماوات لا ينفذ في السماوات حيث لا يقرب سارق ولا يبلي سوس، لتكن أحقاءكم ممنطقة ومصابيحكم أو سرقكم منقدرة. لتكن أحقاءكم منطقة وسرقكم منقدرة. أنتم مثل أناس ينتظرون مين بقى؟ سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء يفتحوا وقرع. يعملوا بقى أصحاب العرس دول؟ وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. طوبى لأولئك العبيد الذي إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويقوم ويتقدم ويخدمهم. وإن أتى في الهزيع، الثلاثة دول هزيع بالترتيب، أول هزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث. يبقى أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدوا هكذا فطوبى لأولئك العبيد. طوبى للي دايما الرب بيجي يلاقيه سهران على خلاصه مستني. وإنما علموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق ويسهر أو بسهرة ولم يدع بيته ينقض. فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. لازم نكون مستعدين في الساعة اللي هيأتي فيها ابن الإنسان. ده علامة صح والخطأ. الوداع لا تتعارض مع الشجاعة ولا تعطلها، وينبغي المزج بينهم. طبعا الشخص الوديع مش معناه انه بيخاف، لا، الشخص الوديع معناه انه شاطر وقوي جدا وشجاع، والوداعة مش بتتعارض ابدا مع الشجاعة. طوب الرب يسوع القديس بطرس لاجل ايمانه واعترافه بالوهيته. دي طبعا صح، الرب يسوع طوب القديس بطرس لاعترافه وايمانه بالوهية السيد المسيح. استفاد القديس الأنبا أنطونيوس من كلام المرأة المستهترة واعتبرها صوت من الله ليرشده. طبعا صح. استطاعت استير أن تنقذ شعبها من مؤامرة هامان. صح. ليس في جسد الإنسان أعضاء طاهرة وأعضاء نجسة. طبعا صح. امرأة لوط كان هدفها الوحيد هو الله والحياة معه. لا، طبعا غلط. بالتالي هي بصت أو رجعت تبص ليه ورا وتحولت لعمود ملح. السلوك بوداعة علامة من علامات الضعف أو الاستسلام. لا، طبعا غلط. قلنا الوزيع مش معناه انه شخص مستسلم او ضعيف او خايف، لا، الوديع شخص شجاع لكن بيختار السلام. لكن لو الموقف محتاج لشجاعة يكون طبعا شجاع وقوي. اختار الإجابة الصحيحة من بين القوسين: بيعوا ما لكم وأعطوا صدقة، لأن حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. قال السيد المسيح لبطرس: يا قليل الإيمان لماذا بقى من دول لماذا شككت؟ يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ لما كان ماشي على المية شاف السيد المسيح وكان قادر يمشي على المية، لما خاف وبص للبحر ابتدى يغرق، فالمسيح مديله إيده وأنقذه. وقال لي السيد المسيح العبارة دي: يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ اختار من العبارة المجموعة ألف ما يتناسب مع المجموعة ب. الرب يسوع في طرده للباع والصيارفة من الهيكل، إليه النبي في موقفه من أخاب الملك. الرب يسوع في مواجهة الظلم والأشرار. احتمال الآخرين، الوداعة والشجاعة. يبقى احتمال الآخرين في دول كان بيمثل احتمال الآخرين. احتمال الآخرين لما الرب يسوع احتملهم في مواجهته الظلم والأشرار. احنا حتى بنقولها له: احتملت ظلم الأشرار في القداس. احتملت ظلم الأشرار، ده احتمال. الوداع ممزوجة بالشجاعة امتى؟ لما الرب يسوع طرد الباعة والصيارفة من الهيكل، عن رغم انه وديع جدا لا احد يسمع صوته وشخص هادي جدا، لكن ده مش معناه انه يسيب الباعة والصيارفة في الهيكل. يبقى هنا وداع ممزوجة بالشجاعة. الشجاعة في السلوك طبعا شجاعة إيليا النبي في موقفه مع أخاب الملك، وفي موقفه مع إيزابل كمان. يبقى إيليا النبي في موقفه مع أخاب الملك دي شجاعة في السلوك. كيف يمكن تنفيذ الوصية التي نفذها القديس أنطونيوس في حياته؟ فكر كده مع بعض، إزاي
انا كشخص ممكن انفذ وصية اللي خدها القديس الأنبا أنطونيوس في حياته. هي الوصية كانت ايه؟ بيع كل ملكة وتعالى اتبعني. ازاي انا انفذ الوصية دي في حياتي؟ ان انا اخلي ربنا هدف ليه. اللي خلى القديس الأنبا أنطونيوس يقدر يكمل في حياته يمكن دايما حاطط السيد المسيح هدف ليه في حياته، دايما باصص عليه وعينه عليه. ايه كمان؟ تخلص من كل ما يعطله عن لقاء الرب يسوع، تخلص من كل حاجة بتعطلك عن لقاء الرب يسوع. الإيمان الكامل بمواعيد الله وعهوده اللي وعده للذين يحبون. بالرغم انه كان شاب صغير لكن آمن إيمان كامل ان الله أمين في وعوده، وانه لو باع كل حاجة من أجله هيرث الملكوت فعلا. يبقى الإيمان الكامل بمواعيد الله وعهوده اللي أعدها للذين يحبون. سماع كلمة الله وتحويلها إلى خطوات إيجابية، مش بس أسمع الكلمة في القداس أو أسمع كلمة ربنا وطنش، لا، أسمع كلمة ربنا وأحولها إلى خطوات إيجابية. اللي خلى القديس الأنبا أنطونيوس يتحول للقديس العظيم الأنبا أنطونيوس اللي احنا كلنا بنحبه جدا هو إنه كان بيسمع كلمة ربنا وبيحولها لخطوات تنفيذية في حياته. تسليم كل أمرنا لله، سلم حياته لربنا، خرج كده في البرية بدون ما يشيل أي هم. نعمته مساندته كمان تسليم أموره لربنا هو ده اللي خلاه يقدر ينفذ وصية ربنا. القديس الأنبا أنطونيوس لو مش متكل على ربنا ما كانش هيقدر ينفذ الوصايا دي كلها. يبقى أنا إزاي أتعلم من القديس الأنبا أنطونيوس وأنفذ الوصية دي في حياتي؟ أتعلم إيه؟ أتعلم إن الرب يسوع يكون هو الهدف الوحيد في حياته، تخلص من كل ما يعطله عن لقاء الرب يسوع، إيمانه الكامل بمواعيد الله وعهوده اللي عهده ليه، سماع كلمة الله وتحويلها لخطوة إيجابية، تسليم كل أمورنا لله، نعمته هتسندنا وتساعدنا ننفذ وصيته. اذكر باختصار ازاي تم اختيار استير ملكة لبلاد فارس ومادي. ازاي استير اختارت ملكة لفارس ومادي؟ سريعا كده هشرح لكم وبعد كده ناخدها من الكلام. الملك كان عايز يختار زوجة، فاحتار اجمل الفتيات اللي موجوده في البلد دي اللي هي فارس ومادي عشان يختار واحده بدل وشتي. فحضرت استير من بين كل البنات اللي كانت موجوده وكانت جميله جدا، لكن مردخاي اوصاها ان هي ما تقولش عن جنسيتها انها يهوديه. الملك اول ما شافها اعجب بيها جدا وحط التاج على راسها. يبقى زي اختيرت استير، الملك ارسل انه يجمع اجمل الفتيات عشان يختار واحده منهم بدل وشتي. حضر استير من بينهم وكانت جميله جدا. مردخاي اوصاها ما تخبرش عن جنسيتها. كمان الملك لما شافها اعجب بيها ووضع التاج على راسها، ومن كده بقى اختارت استير ملكه لمملكه بلاد فارس ومادي. اذكر باختصار اخلاص استير وحرصها لحياه زوجها احشاويرش الملك. ازاي استير كانت مخلصه جدا لزوجها او للملك؟ لان اكتشاف مردخاي مؤامره من 2 من الحراس على الملك فاخبر استير. مردخاي اكتشف ان في 2 من الحراس عايزين يقتلوا الملك فاخبر استير. فطبعا استير بسرعه اخبرت الملك فقبض عليهم واعدمهم. كان ممكن استير تقول لك وانا مالي اتدخل في الموضوع ده ليه، هو يحمي نفسه، لكن استير ما عملتش كده، قررت انها تتدخل وتحمي زوجها. كمان كتبت مخلصه جدا جدا لزوجها. يبقى اكتشاف مردخاي المؤامره فاخبر استير. طبعا استير اخبرت الملك فقبض عليهم واعدمهم. كمان كتبت تفاصيل المؤامره في سجلات المملكه. السؤال الاول اكمل ما ياتي. النظره المسيحيه للجسد واعضائه ذات النظره المسيحيه بتبص للجسد على انه ذات كرامه، مش قليل، مش مهين، لا، ذات كرامه في نظر مين؟ في نظر الله. طبعا ازاي الله يهين حاجه هو خلقها وهي مهينه؟ هو مش هيخلقها طبعا. يبقى الله بينظر، او النظره المسيحيه بتبص للجسد على انه ذات كرامه. نظر مين؟ في نظر الله. الهدف الوحيد الذي ينبغي ان نسعى اليه هو الله. لازم دايما هدفنا الاساسي يكون ربنا، واي اهداف لا تتعارض معه. طب لو تعارضت معاه لا يجوز النظر اليه. اي هدف هيتعارض مع علاقتي بربنا لازم استبعده تماما من حياتي. الوداعة ثمرة من ثمار الروح القدس.
استمرار الروح القدس، لطف، وداعة، سلام. فهي صفة من صفات ايه؟ السيد المسيح، لازم نتعلم منها. يرجع نقص الشجاعة إلى ايه؟ ايه اللي بيخلي الشخص يبقى ما عندوش شجاعة؟ الخوف. مثل ما بيخاف مقدرش يبقى عنده شجاعة. الخوف ده مانع أساسي من دخول ايه؟ الملكوت. ربنا قال لك ولا الخوافون يدخلون ملكوت السماوات. يبقى الخوف ده مانع أساسي من دخول الملكوت. سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض ويدبر أموره بالحق. الله بيقول إن الرجل السعيد هو اللي بيترأف على الناس، بيقرض وبيدبر أموره بالحق، بيتعامل دايما بالحق في حياته، لأنه لا يتزعزع إلى الظهر. الصديق يكون بذكره أبدي. لاحظوا معانا كده كل القديسين والشهداء ذكرهم بيكمل لسنين قدام كتيرة، عن ان في ناس تانية كتير في الحياة كانوا ملوك ومشهورين لكن ما بقاش ليهم ذكر بعد كده، او لو ذكروا بيتذكروا بطريقة سيئة. لكن الصديق بيكون ذكره أبدي. لا يخشى من خبر سوء، قلبه ثابت متكلا على الرب. خافش من حاجة، لا يخشى من خبر سوء، قلبه دايما ثابت ومتكل على الرب. قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى المضايقين. مش بيخاف لحد ما يرى ايه؟ خلاص الرب المضايقين. ده علامة صحة أمام العبارات الصحيحة وخطأ أمام العبارات الخاطئة. شجاعة المسيح ليست مصدرها ذاته أو قوته أو نفوذه أو أمواله، إنما مصدرها الله طبعا. المسيح شجاعته الوحيدة هو وجود الله بجانبه. من غير المسيح، الشخص المسيحي ده يبقى أضعف شخص في الوجود، لكن بوجود المسيح يبقى أقوى شخص في الوجود، لأن القوة دي بيستمدها منين؟ طبعا من الله، هو اللي بيكون معاه وبيعطيه القوة. الجسد هو الذي يوجه الروح القدس ساكن فينا؟ لا طبعا، الروح القدس. سعادة الأشرار موضوع حسد الأبرار؟ الأشرار سعادتهم موضوع حسد الأبرار؟ لا. الشرير ذكره أبدي ويبقى إلى الأبد؟ لا طبعا، قلنا الشرير ينتهي، يفنى مش بيتذكر تاني. وإذا اتذكر بيتذكر على إنه شخص مخطئ جدا ووحش جدا ويبقى ذكره سيء جدا. ده إذا اتذكر يعني. يبقى الشرير ذكره إيه؟ أبدي؟ لا طبعا، الصديق هو الوحيد اللي ذكره أبدي. يرجع نقص الشجاعة الارتباط بالله؟ غلط. الإنسان اللي ما عندوش شجاعة هو شخص مش مرتبط بالله. التجربة هي المقياس الحقيقي للاحتمال طبعا. نعرف منين إن إحنا نحتمل حقيقي؟ لما ندخل في تجربة. الوداعة هي ثمار من ثمار الروح القدس؟ أكيد طبعا، الوداعة ثمار من ثمار الروح القدس. اختار الإجابة الصحيحة. من أمثلة الناس التي أهدافها جسد. هنا بنديك موضوع أو مجموعة من الناس بيقول لك مين من دول أهدافهم كانت جسدية. تعال نبص كده على بولس الرسول. لا طبعا، بولس الرسول أهدافه دايما كانت روحية. طب يوسف الصديق برضو لا، أهدافه كانت روحية، لدرجة إنه فقد حاجات كتيرة قوي في حياته واتهم ظلم وحاجات كتير لمجرد إنه دايما كانت عينه على ربنا وبيرفض الشر. امرأة لوط في البداية كانت أهدافها مش جسدية، لكن هي بعد كده إيه؟ أخطأت، لكن في البداية ما كانتش شخص أهدافها جسدية. طب مين اللي من أول البداية للنهاية كانت أهدافه جسدية؟ الغني الغبي يقول لك إيه؟ أهدم مخازني وأبني غيرها، وكلي نفسي واشربي واشبعي. فطبعا إيه؟ جاله صوت من السماء اليوم تأخذ نفسك منك. يبقى ده أهدافه دايما بتكون جسدية من بداية حياته لنهاية حياته. من أمثلة الناس التي تتعرض اهتمامها بين الله والعالم. مين الناس اللي شوية مع ربنا وشوية مع العالم؟ مين أكتر واحدة؟ طبعا امرأة لوط كانت أكتر شكل للتعرض بين الفرقتين أو التعرض بين الله والعالم. من أمثلة الناس اللي كان هدفهم الوحيد الله، طبعا يوسف الصديق من الناس اللي كان هدفهم الله. يقول السيد المسيح طوبى للودعاء لأنهم إيه؟ لأنهم يرثون الأرض. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. السؤال اللي بعده، اختار من عبارات المجموعة ألف ما يتناسب مع عبارات المجموعة. فرق أعطى المساكين بره لأنه يتزعزع إلى الظهر، لا يخشى من خبر السوء. الصديق يكون ذكره الأبد، قلبه ثابت متكل على الرب، قائم إلى الأبد، قرن يتصل بالأبد. تعالوا نبدأ.
الصديق يكون ذكره أبدي. نبدأ من هنا. فرق أعطى المساكين بر. مين اللي بيفرق وبيعطي المساكين بره؟ أو إيه تكملة الآية دي؟ تكملة الآية دي قائم الأبد قرن منتصب بالمجد. اللي بيفرق وبيعطي المساكين بيكون قائم الأبد قرن ينتصب بالمجد، هينتصر وهيبقى ليه مكان في الأبدية، يعني ينتصب بالمجد لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. مين الشخص اللي لا يتزعزع إلى الدهر؟ الصديق المؤمن اللي اتكل على ربنا. يبقى الصديق يكون ذكره للأبد لا يتزعزع إلى الدهر، لا يخشى من خبر السوء. مين الشخص اللي مش بيخاف من خبر السوء؟ اللي قلبه ثابت متكل على الرب. الشخص اللي قلبه ثابت ومتكل على الرب لا يخشى من خبر السوء. نوضح كيف نمجد الله بأجسادنا. ازاي نمجد ربنا بأجسادنا؟ ان انا اشترك او اخلي الجسد يشترك مع الروح في العبادة. ازاي؟ ان انا مثلا اعمل مطنيات، اقف مثلا اصلي مدة، انا كده بشارك الجسد مع الروح في العبادة. الصيام، احنا اليومين دول عندنا صيام الرسل، لما بصوم بشارك الجسد مع الروح في العبادة. نمجد الله بتعب الجسد في عمل الخير. نمجد الله لما بتعب جسدي في الخدمة، ان انا ساعد حد غلبان، كده انا بمجد الله بتعب جسدي في عمل الخير. نمجد الله عن طريق طهارة الجسد، لما بحافظ على طهارة جسدي، ان انا ما اشوفش حاجة غلط او ان انا ما اعملش حاجة غلط. بكل ده بحافظ على طهارة جسدي. احترام الجسد وعدم اهانته. مش معنى انك ما تمشيش ورا اهوائك الجسدية ان انت تهين جسدك او ان انت تعذبه، لا، احنا بنجهده في الخير مش بنعذبه. باحترام الجسد وعدم اهانته. تنمية اجسادنا. ازاي؟ ان انا اصلي، ان انا اتعلم حاجة مفيدة، ان انا اخدم. كل ده انا كده بنمي جسدي في في اعمال الخير. يبقى اشرك الجسد مع الروح في العبادة، امجد الله بتعب الجسد في عمل الخير، امجد الله عن طريق طهارة جسدي، احترم الجسد ومش اهينه، وانمي كمان جسدي او تنمية اجسادي. اذكر باختصار كرامة الجسد في نظر الله. الله ينظر للجسد على انه الجسد ليس للخطية. ربنا ما كانش خالقنا ولا شايف في اجسادنا اي خطية. الخطية دي دخلت علينا بعد كده، عشان كده الله بينظر لجسدنا انه مش فيه خطية، انما هو عطية الله. بالظبط، الله خلقه لينا، يبقى ده عطية الله. الله بقى بيشوف كرامة الجسد دي ازاي، او الله ادى الجسد كرامة ازاي. الله خلق الجسد، الله نفسه هو اللي خلقه. الله لا يخلق شيء ابدا سيء، لازم تكونوا متأكدين من كده. كمان هو خلق جسدنا. الله لو شايف ان الجسد ده وحش عمره ما ياخده. يبقى الله خلق الجسد. الجسد ملك من الله فعلا، الجسد ده ملك للرب. الرب يسوع اخذ جسدا، كان جسد زينا. الجسد هيكل للروح القدس. الروح القدس بيسكن في جسدنا. الله سيقيم جسد من الموت. ايوه، هنرجع نعيش تاني. الجسد ده ربنا هيرجع يقيمه تاني من الموت ويعطيه شكل جسد ممجد، يخليه بعد كده معاك في الملكوت. يبقى الله هيقيم الجسد ده من الموت. الله سيعطي الجسد مجد في القيامة العامة. يبقى ازاي بعد كده اقول ان الله بينظر للجسد على انه حاجة سيئة وعلى انه حاجة فاسدة؟ لا طبعا. يبقى اذكر باختصار كرامة الجسد في نظر الله. الجسد مش للخطية، انما هو عطية الله. ازاي؟ لما الله خلق الجسد، الجسد ملك لله. الرب يسوع اخذ جسدا، الجسد هيكل للروح القدس. الله سيقيم الجسد من الموت. الله سيعطي الجسد مجد في القيامة. اذكر باختصار كيف يكون احتمال الاخرين. ازاي احتمل الناس اللي حواليا؟ ازاي احتمل الناس لما يكون القلب يشمل الداخل والخارج؟ يعني ما اكلمش حد بطريقه كويسه واقول له انا سامحتك او انا بحتملك، بس انا من جوايا مش طايقه. لا، الاحتمال الحقيقي للاخرين بيكون من قلبي داخليا وكمان خارجيا، مش كمان بكلامي، لكن كمان انا من جوايا ببقى قادر استحمل الشخص ده. يكون بحتمل الاخرين عشان انا بحبهم، يكون باتضاع وفرح، يكون بحبهم فبتضع وبفرح معاهم. يظهر وقت التجربه. امتى اعرف ان انا بحترم الاخرين فعلا؟ لما بكون انا تعبان قوي واشوف الاخوية تعبان في حاجه واساعده، كده هنا انا فعلا بحترم الاخرين. يعني لو انا راجع النهارده من الامتحان والامتحان ما كانش احسن حاجه، بعد الشر عليكم يعني،
ورحت لقيت ماما مجهدة شوية في البيت، فساعدتها في كام حاجة. مش هقول هنا انها تجربة كبيرة، بس هقول هنا ان يبين قد ايه احتمالي الاخرين. مش هقول لماما بقى انت على طول عيانة يا ماما، ده انا جايبة دي النهارده من الامتحان، ده انا مش طايق نفسي وانت فاهمين. يبقى الاحتمال الحقيقي للاخرين بيكون وقت التجربة، وقت ما اكون انا تعبان واحتمل الاخرين، يبقى انا كده فعلا احتمل يكون الى اقصى حد لما لا نهاية زي ما بيقولوا. مقولوش حد معين اقول لا انا مش قادرة استحمل الشخص ده تاني، لا لا، افضل استحمل استحمل استحمل. ليه بقى؟ الانسان المسيحي الحقيقي يحتمل الاخرين زي ما الرب يسوع احتمل. الله احتملنا الى ما لا نهايه، احتمل اخطائنا الى ما لا نهايه. فبالتالي الشخص الحقيقي بيحاول على قد ما يقدر يحتمل الشخص المسيحي يحتمل الاخرين. يبقى يكون من القلب، يشمل الداخل والخارج، بمحبه باتضاع وفرح. وقت الضيقه يكون بيظهر، يكون الاقصى حد. اكمل. فرق أعطى المساكين، بره قائم إلى الأبد، قرنه منتصب بالمجد. احنا لسه واخدينها في الاختيارات فوق. فرق أعطى المساكين، بره قائم إلى الأبد، قرنه ينتصب بالمجد. الشرير يرى فيغضب. الشرير يرى فيغضب، يحرق أسنانه ويذوب. يعني بتحرق معناه بتحرق من الغيظ او من يعني. وشهوة الشرير تبيد. شهوة الشرير حد بيده هتخلص عليه. من القاب القديس الانبا انطونيوس. بنسمي الانبا انطونيوس القابه ابي الرهبان، كمان بنسميه كوكب البرية. يبقى الشرير يرى، يغضب، يحرق اسنانه ويذوب. وشهوة الشرير تبيد. قلنا من القاب القديس الانبا انطونيوس ابي الرهبان وكوكب البرية. كرز مين بأول عظة يوم ال50؟ مين اللي كرز بأول عظة يوم ال50؟ اسمه بطرس الرسول، وضم للكنيسة 3000 نفس. اقترح على التلاميذ انتخاب من يحل محل يهوذا. وقت القرعة على مين اللي اقترح؟ كان اسمه بطرس الرسول. اقترح على التلاميذ ان هم يعملوا قرعة، والقرعة اللي جت بدل يهوذا كانت مين؟ متياس. الجسد في حد ذاته ليس خطية، وإنما الخطية تكمن في شهوات الجسد، في الخطية في الشهوات نفسها وانسياقه إليها. امتى ممكن اقول ان الجسد ده بقى خطية؟ لما ينساق ليه الشهوة. ده علامة صح او غلط. الشجاعة هي البعد عن الخوف، طبعا صح. حينما اراد الرب يسوع ان يغسل ارجل التلاميذ عارض بطرس، ايوه صح. يعلمنا انجيل لوقا 12 ان الله يكافئ المستعدين وغير المستعدين الملكوت ويمسح كل دم من عيونهم. لا طبعا غلط. الله يكافئ المستعدين فقط، إنما غير المستعدين هيهلكوا. من أمثلة الناس التي تتعرض اهتماما بين الله والعالم يوسف الصديق وبولس الرسول. قلنا لا طبعا غلط. قلنا من المثال امرأة لوط. الوديع متواضع لا يقدم غيره على نفسه في الكرامة. لا طبعا غلط. الوديع متواضع بيقدم غيره عليه في الكرامة، يبقى بيقدم غيره عليه في الكرامة. شجاعة المسيح مصدرها ذاته وقوته ونفوذه عمره. لا طبعا غلط، مصدرها الله. اختار الإجابة الصحيحة. إنه يتمنطق ويتقئهم ويتقدم ويخدمهم. من ألقاب القديس الأنبا انطونيوس قلنا أبو الرهبان وكوكب البرية. يقول الرب يسوع اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. اختار من عبارات ألف ما يناسبها. طوبى لأولئك العبيد إن أتى في الهزيع الثاني الحق أقول لكم، أو أتى في الهزيع الثالث فوجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد إنه يتمنطق ويتقئهم الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. طوبى لأولئك العبيد اللي بقى؟ الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين، ربهم فعلا. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث دي مبينة روحها، هي حالة نفسها. وجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتقئهم ويتقدم ويخدم. اذكر أمثلة على احتمال الآخرين. أكبر مثال على احتمال الآخرين هو احتمال الرب يسوع للصليب. لما تنسى قوي يعني دايما افتكر احتمال الرب يسوع للصليب ده أكبر مثال لاحتمال الآخرين. الآباء الرسل لما احتملوا الجلد والضرب والقتل من أجل إن هم بيشهدوا
بالحق. أجدادنا الأقباط احتملوا غيرهم بمحبة، كمان استشهدوا من احتمال. المعلم إبراهيم الجوهري تقدم الخيل عدو أخيه. المعلم إبراهيم الجوهري لما جه أخوه يشتكي له في مرة ويقول له في حد كل ما يشوفني يشتمني، راح بعت للمعلم إبراهيم، راح بعت للشخص ده أكل وحاجات وهدايا حلوة كتير. فتاني يوم لما الشخص ده قابل أخوه المعلم إبراهيم سلم عليه واتكلم معاه كويس. فهنا دي من الأمثلة على احتمال الآخرين. كان ممكن يقول له لا أنا مش هسكت، لا أنا هتصرف مع الشخص ده، لا ما عملش كده، اداله محبة واحتمله، وبالتالي الشخص ده اتغير. يبقى المعلم إبراهيم الجوهري وتقدمة الخيل لعدو أخيه، الآباء الرسل احتملوا الجلد والضرب والقتل، أجدادنا الأقباط احتملوا غيرهم بمحبة، الرب يسوع احتمل الظلم والصبر. من إنجيل معلمنا لوقا 12 اكتب الآية اللي بتشير إلى قطيع الجديد ومسرة الآب. دي آية مشهورة قوي: لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. اذكر من قال هذه العبارة ولمن قيلت. يا قليل الإيمان لماذا شكرت؟ مين اللي قال العبارة دي؟ يسوع المسيح. قالها لمين؟ لبطرس. قالها إمتى؟ وسألك قالها إمتى؟ هتقول له لما كان بطرس يمشي على المية كاد أن يغرق، سيد المسيح أنقذه، قال له العبارة دي: يا قليل الإيمان لماذا شكرت؟ لو كنت راهبا لسكنت في البرية الداخلية لأن هذا مكان لا يصلح لسكن الرهبان. مين اللي قالت العبارة دي؟ المرأة المستهترة. قالتها مين؟ طبعا للقديس الأنبا أنطونيوس. لأنك إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر. مين اللي قال العبارة دي؟ مردخاي. قالها لإستر. تشجعوا أنا هو لا تخافوا. يسوع المسيح قالها ليه؟ التلاميذ. امتى مردخاي قال العبارة دي لإستر؟ لما الوقت ده هامان قال للملك انه يهلك اليهود، فمردخاي قال العبارة دي لإستر: انك ان سكتتي سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر. امتى السيد المسيح قال تشجعوا أنا هو لا تخافوا؟ لما كان في المركب وجالهم في الهزيع السادس. تكلم عن بركات وسعادة الرجل المتقي الرب في مزمور 112. ايه البركات اللي ذكرها المزمور 112 للشخص المتقي الرب المؤمن؟ ايه البركات دي؟ الرجل الصالح يجد سعادته بمساعدة الآخرين. الشخص الصالح يجد سعادته انه بيساعد الآخرين، وانه مش عبد للمال، مش حاجة بتستعبده، لا مال ولا أكل ولا شغل ولا أصدقاء ولا أي حاجة. يبقى الرجل الصالح سعادته بيلاقيها بإنه يساعد الآخرين، كمان ما يكونش عبد للمال. يتصرف في الوزنات بإرشاد الله. وزناته البركات اللي ربنا بيديها له في حياته دايما بيستخدمها بإرشاد الله. أنه لا يتزعزع ولا يزول ذكره، يفضل ذكره للأبد. لا يخاف من أي خبر سيء يخش من أي حاجة، لأنه بيتكل على ربنا. محبته لله عميقة وصادقة قوية جدا. يعطي باستمرار بسخاء، وبره بيدوم للأبد. يبقى البركات اللي ذكرها مزمور 112 عن الرجل اللي بيتقي ربنا. قال لك الرجل الصالح سعادته تكون في مساعدة الآخرين، لا يكون عبد للمال، يتصرف في وزناته بإرشاد الله، لا يتزعزع ولا يزول ذكره إلى الأبد، لا يخاف من أي خبر سوء لأنه بيتكل على الله. محبته لله عميقة وصادقة وقوية. يعطي بسخاء، وبره يدوم إلى الأبد. اكمل ما يأتي. كان القديس الأنبا أنطونيوس لم تصرع الشيطان بمعونة الله. كان بيتسلح بإيه بقى القديس الأنبا أنطونيوس؟ عشان كده كان بينتصر: صلاة، صوم، تواضع، جهاد. كل ده كان بيساعد الأنبا أنطونيوس إنه ينتصر على الشيطان. صلاة، صوم، تواضع، جهاد. الجسد ليس خطية إنما أو شر، وإنما هو عطية من الله. الله يعطينا الجسد لنحيا مع الله. يتطلب ذلك اقتناء عدة فضائل. منها إيه؟ منها إن يبقى عندنا وداعة، كمان احتمال للآخرين. ده على مساحة وخطأ. الأهداف تجعل الإنسان ينظم حياته ويركز عمله في اتجاه واحد. طبعا كل ما الشخص يحط أهداف في حياته بيقدر إنه يركز أكتر. السلوك بوداعة علامة من علامات الضعف والاستسلام. وإن لا طبعا السلوك بوداعة لا تنفي إن الشخص عنده شجاعة، مش مستسلم أو ضعيف. يقول داود النبي في المزمور 112: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقبض ويدبر أموره بالحق. صح، اختار الإجابة الصحيحة. سعيد هو الذي يترأف ويقبض ويدبر أموره. مين هو ده بقى؟ الرجل. ممكن ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقيه. قلبه
قلب ممكن فلا يخاف حتى يرى مضايقين. يقول السيد المسيح لكن اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يقول داود النبي سراجا لرجلي كلامك، سراجا لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ايه ايليا النبي في موقفه من اخاب؟ ايليا النبي هنا موقفه من اخاب بيدل على ايه؟ بيدل على الشجاعه في السلوك. اجدادنا الاقباط وهم في طريقهم للموت، ده كان احتمال اخرين ولا وداعه ولا هدوء ولا شجاعه في السلوك؟ طبعا شجاعه في السلوك، لانهم ما خافوش يموتوا في ايه؟ في سبيل انهم يختاروا الحياه الابديه. اختار من العبارات الف من نسبها في ب. من القائل اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف الشر لك انت معي. طبعا مين؟ داود النبي في المزمور، إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر لك أنت معي وأنا معكم كل أيام إلى انقضاء الدهر. ده طبعا الرب يسوع لتلاميذه. من القائل استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. طبعا القديس بولس الرسول. ومصدر الشجاعة في السلوك المسيحي وكيف اقتنائها. اذكر مثال للشجاعة دي. شجاعة المسيحي ليست مصدر ذاته أو قوته، وقلنا طبعا مين مصدرها؟ الثقة بالله، الثقة في وعوده، النظر إلى الله وليس إلى الظروف المحيطة. يعني ما أخافش من اللي حاصل حواليا، لكن أبص دايما على ربنا. الصداقة والعشرة مع ربنا، العشرة مع الله هي اللي بتخلي الشخص ما يخافش. معرفة معاملات الله مع قدسيه، نعرف ازاي الله دايما بيعامل قدسيه بالخير. طيب نماذج وامثله على الشجاعه دي زي ايليا النبي لما يخاف من اخاب الملك. كمان اجدادنا الاقباط وقبولهم للموت والاستشهاد دون خوف، كل دي من امثله الشجاعه. ازاي نسلك بوداعه؟ لازم نضبط النفس، الحلم والمسامحه، نسامح الناس، المحبة والثقة بالآخرين، لازم نثق في الآخرين كمان نحبهم، السلام مع الناس، التواضع. يبقى ازاي نقول ان احنا نسلك بوداعة؟ ضبط النفس، المسامحة والحلم، المحبة والثقة في الآخرين، السلام مع الناس، التواضع. ايه أهمية الوداعة في السلوك المسيحي؟ ليه لازم نسلك بوداعة؟ لأن الرب يسوع هو اللي متعلم منه الوداعة، هو وديع ونجد راحة لنفوسنا منه. كانت في مقدمة التطويبات في هذا الجبل: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. مقدمة التطويبات في هذا على الجبل إنها ثمرة من ثمار الروح القدس، والوداعة من ثمار الروح القدس. الآباء الرسل أوصوا بالوداعة في سلوك المعاملة، هم نفسهم كانوا ودعاء في سلوكهم ومعاملتهم للناس. السلوك الوديع وأسلوب حياة أجدادنا الأقباط، دايما كانوا بيعيشوا في وداع مع الناس، خصوصا اللي كانوا بيضطهدوهم. الكنيسة تدعو للسلوك بوداع، دايما تعلمنا كنيستنا ان احنا نسلك بوداع. يبقى ايه أهمية الوداع في السلوك المسيحي؟ ان الرب يسوع نفسه دعانا للوداعة، انها كانت مقدمة التطلبات في العزة على الجبل: طوبى للودعاء لانهم هيرثوا الارض. انها ثمرة من ثمار الروح القدس. الاباء الرسل اوصوا بالوداعة. السلوك الوديع هو اسلوب حياة اجدادنا الاقباط، الكنيسة بتدعو للسلوك بالوداعة. من قال هذه الابواب: اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شر لانك انت معي. طبعا داود النبي. المحبة تحتمل كل شيء، القديس بولس الرسول. تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفسكم. اللي بيقول عن نفسه دايما هو وديع وهو فعلا وديع السيد المسيح لكل المجد. اما ثمرة الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، ايمان، وداع، تعفف. مين اللي قال لنا الكلام ده؟ اسمه القديس بولس الرسول. اما ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، ايمان، وداع، تعفف. الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. مين اللي قال المقولة الجميلة دي؟ القديس طبعا بولس الرسول، لأنه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. وكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. طبعا الرب يسوع. اذكر من قال هذه العبارة: وكل ما تريدين أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم. مين اللي قال المقولة دي؟ الرب يسوع. كل ما تريد أن يفعل الناس بيك افعل أنت أيضا بهم. عايز الناس يحبوك حبهم، عايز الناس يحتملوك احتملهم، عايز الناس يصاحبوك صاحبهم انت الأول وكون معاهم. لكن الشخص اللي بيعامل الناس بطريقة سيئة مع الوقت الناس دي ايه؟ هتبعد عنه. يبقى كل ما تريد أن يفعل الناس بك افعل أنتم أيضا بهم. مين اللي قال المقولة الجميلة دي؟ الرب.
أما لستم تعلمون أن جسدكم هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله. طبعا القديس بولس الرسول. أما لستم تعلمون أن الجسد هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله. لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. مين اللي قال كده؟ القديس بولس الرسول. إنكم تقدستم بل تطهرتم بروح الرب. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. ده القديس بطرس الرسول اللي بيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. القديس بطرس الرسول. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم الرب يسوع. خسرت كل شيء وأن أحسب نفاية كالأربح المسيح. القديس بولس الرسول. لأننا عشنا في الرب نعيش وإن متنا في الرب نموت. فإن عشنا ومتنا في الرب نحن. بولس الرسول. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. مين بقى اللي قال المقولة دي؟ يعقوب الرسول. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. القديس يعقوب الرسول. أستطيع كل شيء بالمسيح الذي يقويني. طبعا حافظينها جدا. القديس بولس الرسول. تاني تعالوا ناخد المقولات اللي تخص الرب يسوع والمقولات تخص بولس الرسول وناخد مختلف اسلوب. وكل ما تريدين ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم للرب يسوع. لكن اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم الرب يسوع. طيب مقولات اللي قالها القديس بولس. أما لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل الروح وروح الله ساكن فيكم. ده مين؟ بولس الرسول. بل تقدسوا بل تبررتم باسم الرب يسوع بروح إلهنا. ده القديس بولس الرسول. خسرت كل شيء وأنا أحسبها نفاية. القديس بولس الرسول. لأننا إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا ومتنا فللرب نحن. القديس بولس الرسول. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. القديس بولس الرسول. المختلف بقى نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين. ده القديس بطرس الرسول. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. ده القديس يعقوب الرسول. أو قلم اكتب العبارات دي واحفظ كل حد فيهم قال إيه، لأن العبارات دي مهمة جدا وطالب. نيجي عند بقى اللي بيسموني بالوحش. أهم حاجة المحفوظات. لو حفظت المحفوظات كويس هتسهل على نفسك كتير، لان اكمل واختار وصح وغلط كل ده جاي يجي نسبه كبيره منه من المحفوظات. فانت لو حفظت المحفوظات هتسهل على نفسك. احفظ المحفوظات ازاي؟ هجيب المحفوظات النص بتاعها ورقه وقلم وابدا اول مره اكتبها، تاني مره اكتبها، بعد كده ابدا ان انا احفظ بقى غيري. لما تكتبها مرتين مع حل الاسئله طبعا كمان اللي حليناها فوق، هتلاقي نفسك لما تيجي تسمعها هتلاقي نفسك حفظت حاجات كتيره منها. طيب ايه النصوص الموجوده عندنا محفوظات؟ اول حاجه انجيل لوقا 12 اللي هي النص لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. بيعوا ما لكم اعطوا صدقه، اعملوا لكم اكياسا لا تفنى، كنزا لا ينفس في السماوات، حيث لا يقرب سارق ولا يبنى سوس، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاءكم ممنطقة وسراجكم منقضى. أنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون لهم الوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سيرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويطفئهم ويتقدم فيخدمهم. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد. وإنما اعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقض. فكونوا أنتم إذا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. طيب تاني محفوظات عندنا هي مزمور 112 من 5 ل10. ايه بقى الايات دي؟ سعيد هو الرجل الذي يتراءف ويقرض يدبر اموره بالحق لانه لا يتسعسع الى الظهر. الصديق يكون لذكره ابدي، لا يخشى من خبر السوء، قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقيه. فرق أعطى المساكين بر قائم إلى الأبد، قرنه ينتصب بالمجد. ركزوا قوي في قرنه ينتصب بالمجد دي ولخبطكم فيها جامد. الشرير يرى فيغضب، يحرق أسنانه ويذوب شهوة الشرير تريد. الشاطرين قوي بقى اعرفوا إن كل الآيات دي هي أكتر حاجة جت في أكمل وفي صح وغلط. احنا عايزين
على قد ما نقدر نحفظ المحفوظات دي كويس عشان نجيب ايه درجة حلوة كبيرة في المادة. كمان هيسهل علينا كتير، هيسهل علينا كتير جدا. احنا لما نحفظ حلو زي ما بقول لكم نص الامتحان بيجي من المحفوظات، فبالتالي انت كده ايه ضامن نص الامتحان في جيبك لانك حافظ المحفوظات كويس. ربنا معاكم وما تقلقوش، امتحان الدين دايما بيكون لذيذ كده وسهل. المهم نحل الاسئله دي حلو مع بعض، حل اسئله كتاب المدرسه كله، ما تسيبش حاجه في اسئله كتاب المدرسه ما تحلهاش. كده هتبقى مطمن جدا مع الاسئله دي كمان انك ايه هتدخل هتلاقي الامتحان سهل جدا بالنسبه لك. بتمنى ان المراجعه دي تكون لمت معاكم كميه حلوه كده من الاسئله، وتكونوا قدرتوا ايه تجمعوا معايا كميه كبيره من المعلومات. ما ننساش ان احنا نذاكر كويس، وربنا معاكم بالتوفيق. مع تحياتي سعيده مجلي.